بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. النهارده هعمل معاكم مكرونه بشاميل. انا ما حضرتش اي حاجه لسه، يعني زي ما كله بيبقى جاهز في الفيديو زي ما انتم متعودين ان انا بعمل يعني. فايه هعمله كده على الجاهز. الاول كان عندي لحمه فرمتها، وهنا حطيت ميه سخنه، ميه تغلي قصدي، وحطيت فيها ملح ومعلقه زيت. ماشي. كان عندي هنا مكرونه اقلام، حطيتها لسه حطها دلوقتي، وطبعا مش هتتسلق للاخر، تبقى يعني خليها فيها روح شويه. تمام. وطبعا لما اخلصها مش هتتغسل عشان هبقى محتاجه النشا بتاعتها. وهنا عندي كيلو ونص لبن للبشاميل. انا ببقى بحب ان البشاميل يكون كتير شويه. ماشي. هنروح بقى دلوقتي نقشر البصل عشان نعمل اللحم. معلش بقى عشان ما قدرتش اكمل تصوير عشان تعبانه وكده، ما قدرتش ان انا اكمل تصوير معاكم، بس هقول لكم انا عملت ايه. بصوا، الاول انا جبت هقول لكم من اول المكرونه. انا جبت حله، حطيت فيها ميه، سبتها لما تغلي، وهي بتغلي حطيت فيها معلقه زيت ونقطه ملح. بعد كده نزلت المكرونه الاقلام فيها وعطيتها يعني سلقه كده، بس مش سلقه لحد الاخر عشان بحتاجها يعني تكون ماسكه نفسها شويه، لان هي بتستوي برضو في الفرن وكده. وبعد كده طلعتها، مش طفتهاش لان بحتاج النشا اللي فيها. حطيتها في المصفى بس مش طفتهاش. جيت بقى للحمه فرمتها. بعد ما فرمتها جبت طاسه، حطيت فيها حته سمنه و حطيت اللحمه تشويحه كده، وبعد كده نزلت بالبصل. بعد كده قلبتهم الاتنين مع بعض، سبتهم يستووا مع بعض، وحطيت عليهم ملح وفلفل. نيجي بقى للبشاميل، معلقه دقيق مع معلقه سمنه. السمنه احط معلقه السمنه الاول واستنى لما تسيح، وبعد كده انزل عليها بمعلقه الدقيق واقعد اقلب فيها لحد ما تبقى كتله كده او عجينه. وبعد كده انزل باللبن واحده واحده لحد ما مع واحده واحده مع التقليب. ماشي. لحد ما يبقى قوامه كريمي كده. وفي التوابل بقى بتتحط طبعا في وسط التقليب ده ملح وفلفل اسمر، وبشرت جوز الطيب، وحطيت ورق لورا يعملها ريحه وطعم حلو. وبس كده. وبعد كده بقى جبت صينيه، حطيت اول حاجه طبقه بشاميل تحت، وبعد كده حطيت طبقه مكرونه، بعد طبقه المكرونه طبقه لحمه، بعد طبقه اللحمه حطيت طبقه مكرونه فوق، وحطيت البشاميل. وعلى البشاميل من فوق جبت بيضتين، ضربتهم مع بعض وحطيت عليهم ملح وفلفل، ودهنتهم على المكرونه. وحطيت الصينيه بقى حطيت الشبكه في النص في الفرن. وشغلت البوتاجاز بتاعي بيشتغل الشوايه مع الفرن الاتنين مع بعض. شغلتهم الاتنين مع بعض، وادي كده ايه النتيجه. ايه رايكم بقى؟ الصراحه انا مش مقتنعه بيها. انا مش عارفه ليه لما بقول هصور لازم الحاجه تطلع ما تطلعش على مزاجي قوي. يعني اني جربتها قبل كده وطلعت احلى من كده بكتير، انا مش مقتنعه بيها خالص كده دلوقتي. والبشاميل انا بحبه كتير، مش طالع كتير زي ما انا بحب برضه. ماشي. نصيبها كده بقى، بس هتتاكل برضه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شجعوني بقى في الكومنتات. باي باي.